السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ نتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بخير في نعمة والحمد لله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي كيفاش نحضر طاجين تاع الزيتون بمرقة تكون حمراء مع ليبول. كما كتشوفوا كمية تاع اللحم قليلة ودير لي طاجين الله. نحط في لاكوكوط نتاعي كمية من الزيت، قسلت مغارف كبار، ونحط معاهم نص حبة طماطم كبيرة مسكرجة ولا حبة صغيرة، وعندي حبة بصل متوسطة الحجم تاني مربية ولا مقطع رقيق، مع زوج سنينات تاع الثوم نحطهم وحدهم مع هذاك الزيت يتقلاو بلا ما ندير لي زيبيس. بعد ما طيح هذيك البصله ولا الطماط شويه باش نبدا ندير لي زيبيس باش ما يتحرقوليش. صاي درت كميه من الملح، عندي فلفل كحل، وزيد معاهم شويه تاع الكركم وشويه تاع الكمون. اللي تبغي تستعمل لا طماط كونسونطري تستعمل. انا ما استعملتهاش باش هذيك المرقه نتاعي من بعد ما تجينيش بزاف حمراء وداكنه وتغسلها الشوفه تاعها بزاف، حتى في المذاق ما تجينيش حامضه. صاي حتى الفلفل العكري مازال ما درتهاش نديرها حتى من بعد. وهنا راني بديت نمرق. هنا التمراق يبقى حسب كميه نتاع الزيتون، يعني ما نمرقوش بزاف، قيس ما يطيب لي اللحم. هذا مكان باسكو المرقه نبغوا فيها شويه بويون، ماشي قاعد تكون عمومه بعد. ليسونسيال بعد ما مرقت ندير الزيتون بعد ما غسلته مليح. يعني الزيتون ما طبخوش باش ما تمشيلاش البنه نتاعه، يعني غلطه هذوك اللي طبخوا الزيتون. اذا كان الزيتون تاعك مالح بزاف بيتيه في الماء ولا خليه قيس ساعه زوج سوايع. ليسونسيال ما طبخيش باش ما يمرارش، يعني كتمشي ليه اللوغون تاعه ويولي مر ويصماط، يعني ما يجيش شباب. وعندي جوج حبات تاع زروديه قطعتهم دوائر، ومبلع لاكوكوط نتاعي هنايا. عفوا ندير هنايا معاهم شويه تاع القرفه، عندي راس معلقه صغيره نتاع القرفه. هي من الاحسن نستعملوها عود، يعني نصف عود نتاع القرفه من الاحسن. انا ما كاش متوفر عندي العود، اذا درت راس معلقه صغيره نتاع القرفه. نبلع لاكوكوط نتاعي غير قيس ما نوجد ليبول، يعني اللحم تاعي بغيته يطيب نصف طياب باش ندافع عليهم ليبول. عندي كميه من الدجاج، لحم الدجاج مفروم، وبنفس الكميه تاع الدجاج نديرها روز. عندي ملعقه كبيره بصل مبشور مع شويه ثوم، يعني سنينه ثوم ولا نصف سنينه، هذا ما كان يعني الثوم حسب الرغبه. كاين مبغاش لوغون تاعه بزاف. درت معاهم ملعقه كبيره نتاع لا شابلور مبدئيا، ولا الخبز المطحون. وعندي حبيبه نتاع البيض، درت كميه من الملح، وعندي فلفل كحل وشويه نتاع الكمون. صاي هنا الحبه نتاع البيض تقدروا تستعملوا حبيبه غير صغيره ولا تضربوها وديروا منها شويه. صاي ماشي شرط تستعملوا الحبه كامله، انا مبغيتش نضيعها يعني، وكانت عندي غير هاد الحبه وكبيره درتها كامل. وبديت نضيف لا شابلور حتى نحس بلي القوام هذاك هو. شوفوا كيفاش طلقت لي يعني ليبول تاوعي، شوفوا كيفاش راهم مطلوقين. نبدا نضيف في الخبز المبشور ولا المطحون ولا لا شابلور كيما تبغي، يعني الخبز تكوني مطيباته ولا غير هكذاك ترابيه ولا طحنيه. ليسونسيال ديري الخبز حتى توصلي للقوام المناسب، قيس ما تتلم لي البول تاعي وما تجيش مطلوقه بزاف، مانيش بغيتها ثاني يابسه بزاف. شوفوا معايا درت كميه قليله نتاع اللحم، ودير لي كميه نتاع ليبول لاباس بها، راح تشوفوا بعينيكم الكميه اللي تخرجها لي. وهنا نسيت حاجه ما ذكرتها لكمش، بانه الروز راهو طايب نيشان. من الأحسن نستعملوا الرز الأبيض، من الأحسن. أنا استعملت هنا أرز مفور وراه طايب نيشان مع شوية ملح. طيبته عادي كما نطيبوا الرز باش استعملته في الوصفة. هنا ليبول تاعي راني غير جيت وخدمتهم شكلتهم، يعني الكريات شكل ديريكت ليبول، ما استعملت فيهم لا فرماج لا والو. تقدروا تحشوهم بالفخوماج، انا استعملتهم هكذا وحنطيبهم ديريكتومون في المرقه، ما راح نقليهم لا والو. اذا بغيتوا تقلوهم يجوا بزاف شابين وهايلين، يعني بغيتوا تستعملوهم مع المرق ولا بلا مرق، مع ان صوص طوماط ولا صوص بلونش، يعني كيما تبغوا. ديروه في لا شابلور ولا في الفرينه وتقلوهم عادي، بعد ما يتحمروا تقدموهم. واذا بغيتوا تستعملوهم في المرق كيما قلت تقلوهم وتحطوهم فوق المرق في صحن التقديم. صاي بعد ما شكلت ليبول تاعي حليت لاكوكوط. هنايا اللحم راه طابلي نصف طياب صح. درت هنايا نصف ملعقه صغيره نتاع الفلفل العكري. هنايا الفلفل العكري اختياري، بغيتوا المرقه تاعكم تجي حمرا شويه بزاف، بغيتوها بيضه ما تستعملوش حتى الكركم.
الكركم وما ديروش في المرقه تاعكم اللي يبغوا المرقه بيضه، يعني نفس الطريقه ما نستعملوش فيها طوماط كونسونطري والفلفل العكري والكركم، نستعملوا غير باقي تاع لي زيبيس. حطيت ليبون تاعي في لاكوكو، نعاود نبلعها ونحطها على النار قيس 10 دقائق، هذا ما كان يعني الماكسيموم 10 دقائق. كي تبدا تصفر نحسب 10 دقائق ونحلها، يكون اللحم تاعي واجد والمرقه واجده عاقده وخاتره، والليبون تاعي تاني طيبو كما تعرفوا ما يدوش بزاف وقت. هذا هو الطبق نتاعي. يعني هنايا راني قسمتها نحسب روحي راني نصور ما صورت ما والو. ماشي هذه هي الكميه كامل لا نتاع المرقه لا نتاع ليبول، يعني هذا هو صحن التقديم، هذا واش بغينا ناكله، هذه هي الكميه. نتمنى الوصفه نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها ودعمونا باللايك. دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم.